اخواني الكرام واخواتي وعيالي وبناتي، كيف حالكم؟ عساكم طيبين ومن الله قريبين. الله انه يسعدكم ويوفقكم ويعطيكم ما يرضيكم ويغنيكم من فضله رب العالمين ويستر عليكم في الدنيا والاخره. لا تنسون الاشتراكات، لا تنسون اللايكات، لا تنسون الشير، لا تنسون العلوم الطيبه اللي تجي منكم وانتم طيبين. لا تنسون كل شيء. يا الربع تابعيني الغالي كلكم، كبيركم وصغيركم، رجلكم ومراتكم، ولدكم وبنتكم، كلكم الله أن يوفقكم جميعا. أنا لو عرفت قبل أدخل في التواصل الاجتماعي كده أن هذه المشاكل هذه فيه، والله إني ما أدخلها، لكن دخلت والحين والله أنا يمكن ما عاد صعب أني أطلع الحين، يعني خلاص أدمنت عليها. وأحيان ما يصير عندي شغل وأشتغل في التصوير وفي الأمور هذه وأشوى، يروح وقتي وتفكني يعني من بعض الأمور ولا كلام في الناس ولا في أعراضهم ولا في من الأمور هذه. ولكن أنا شفت شيء غريب في التواصل الاجتماعي هذا وأنتم شفتوه. والله يا أخواني شيء غريب، قسم بالله إنه شيء بالراس. شيء الحرمة ما عاد تستحي، تجي مع الرجل أجنبي تضحك معه وتسولف معه ويشوف جسمها ويشوف أمور كثيرة وعادي عندها، كلها على حساب مادة ولا مشاهدات ولا من هالأمور هذه التافهة. وين راح الحياة؟ وين راح الدين؟ وين راح سبحان الله العظيم. قبل سنين، يعني نقول مثل من 50 أو من 40 سنة وطالع، الحرمة ما كان العرب يسمعون صوتها الرجال نهائيا، ولا تكلم رجل ولا تشوف رجل ولا لها فعل. حتى لما يجيهم أحد يخطب يجي أبوها يشاورها تبين فلان، تسكت، ما تقول لا ولا تقولي، ساكتة. قالوا خلاص لما سكتت راضية، بس هذا اللي هم يعرفونه. الآن سبحان الله العظيم هي تخطب نفسها، لا والله العظيم ما عاد يستحن. سبحان الله العظيم أمور كثيرة وشيء أنا شفت شيء أمور شيء بالرأس وأنتم شفتوه يمكن وتعرفوا. والله العظيم التواصل هذا إنه خلاص الناس خلاص انتهوا إلا من رحم الله. ما عاد فيه الدين، قلت والحياة عند الحرمة والدين وقل وأمور كثيرة. ولكن يا أخواني أنا أوصي نفسي وأوصيكم، التزموا دين الله معوركم حريمكم انتبهوا له، وخلها تلبس حجابها وتكون. حتى فرضنا عاد لو قلنا أنها تبى تواصل تدخل في التواصل الاجتماعي هذا، أقل شيء يا أخوي خلها تلبس ملابس زينة، تلبس حجابها وكذا ومهم بسرعة. لكن أما كاشفة ولابس شيء عاري مثل كأنه ما عليها شيء، هذه هي المصيبة. الله يا أخواني أنا صراحة يشوف أمور ما بطيبة. والله أعلم أن الساعة وصلت، ما عاد بعيد، لكن الله يحسن خاتمتنا وخاتمتكم وخاتمة كل مسلم. أنا حبيت أني أقول لكم الكلام هذا من شيء شفته، وأنتم والله تعرفون أكثر مني، شفتوا أكثر مني، لكن نصيحة مني لكم، من أخوكم الشايب أو أبوكم، إنكم تنتبهون بعض الأمور اللي ما فيها فائدة ولا فيها إلا خسارة في الدين وفي الدنيا وفضيحتنا أمام الناس. هذه وصية مني لكم وسلامتكم، واشوفكم إن شاء الله وأنتم طيبين، فمن الله.